بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عرق اللحمه البارده، بس مش محتاجين ان احنا نجيب عرق غالي من عند الجزار. هنعمله بطريقه اقتصاديه جدا وفي نفس الوقت طعم وشكل هيشرفك لو انت عاملاه في عزومات او عاملاه لضيوف جايينلك. طعمه حلو قوي وشكله حلو قوي، فتابعوا الفيديو للنهايه عشان تعرفوا الوصفه بالتفصيل. اول حاجه انا بروح للجزار وبجيب منه المنديل. انا ما لقيتش منديل ضاني، وبصراحه بيني وبينكم انا ما باكلش الضاني اصلا، فجبت منديل عادي تبلته بعصير بصل. ده عصير بصل، خدت البصل صفيته من التفل وحطيت عليه عصير بصل وليمون ومعلقه ملح وفلفل اسود، بس كده مش اكتر، ما تحطوش اي حاجه تاني. وتبله كده كويس في ميه البصل والليمون واسيبه بقى على جنب حوالي ساعه كده يشرب منهم. طيب على بقى ما يتشرب الحاجات دي، بجيب نص كيلو لحمه مفرومه واحط عليها تفل البصل اللي انا عصرته، واحط معلقه فلفل ومعلقه ملح ومعلقه توم باودر، وهحط بيضه، واحط كمان معلقتين من البقسماط. البيض والبقسماط مش هيبان طعمهم، بس في نفس الوقت هيخلي اللحمه تبقى متماسكه. هعجنهم طبعا كويس جدا، كويس قوي قوي، عشان خاطر البيض بقى يتفرم كده مع اللحمه. وبعد كده هجيب بقى اسيبها ترتاح شويه واجيب اللحمه بتاعتي، هجيب استرتش افرده على الترابيزه واحط فيه اللحمه. خلاص، هعملها زي رول كده، هنفردها زي رول كده، واحنا بنفرد نضغط علشان خاطر اللحمه تبقى كأنها حته واحده، يعني كأنها حته لحمه واحده ما تفكش مننا. هلفها بالاسترتش زي ما بنعمل كده اللانشون والحاجات دي، نلفها كده بالاسترتش ونربطها من الناحيتين. هنربطها من الناحية الاول وبعد كده نربطها من الناحية التانية علشان نضمن ان هي اتضغطت كويس وبقت بالشكل ده. هاخدها بقى احطها في التلاجة عندي لغاية ما تجمد شوية، مش في الفريزر، في التلاجة شوية حوالي ساعتين كده تمسك نفسها. واجيب بقى المنديل بتاعي وخلاص بقى انا نقعته بما فيه الكفاية، واطلع بقى اللحمة من التلاجة، يعني اسيبها حوالي ساعتين 3 كده. ارش بقى لو في شوية بصل ولا حاجة مية بصل ارشهم عليه، واجيب اللحمة. بص بقى لما قعدت في التلاجة شوية مسكت نفسها، هجيبها بقى هلفها بالمنديل بتاعي. لو ده منديل عادي وشايفين ان في حتة دهن تخينة شوية شيلوها، يعني ما تلفوهاش عشان ما تبقاش تقيلة قوي. يعني انا وصلت لحد هنا ولقيت ان الحرف ده فيه دهن تخين، فهاجي بقى لحد هنا واروح قصة بالسكينة الاجزاء التخينة. بصوا، هو بصراحة المنديل الضاني بيبقى رقيق جدا وبيبقى اسهل من كده، بس انا زي ما قلت لكم انا ما باكلش الضاني خالص، فعشان كده جبت المنديل اللي هو العادي. هجيب بقى خيط كأني بعمل عرق تريبيانكو بالظبط، وهلفه بقى بالخيط وهبتدي الف الخيط عليه. الف الاول المنديل من الطرف كده والف الخيط عليه علشان خاطر يمسك نفسه وما يفكش مني وانا بسويه، واشيل برضو اجزاء الدهن الزيادة دي، احنا مش عايزين دهن كتير. خلاص، اكون بقى مسخنه الفرن كويس قوي، واجي بقى اجيب بقى صينيه احط فيها خضار متقطع، خضار بقى اي خضار انت عايزينه، بس ده جزر وكوسه وبطاطس وطماطم وبصل، شويه خضار كده، نرش عليهم شويه ملح وفلفل ونحط عليهم الشبكه بتاعتنا. واجيب العرق بتاعي واحطه، بس لما احطه على الناحيه اللي هي فيها القفله، اللي هي دي احطها من تحت عشان اضمن برضو ان هو ما يفكش مني. هو ان شاء الله مش هيفك يعني. وادخله بقى في فرن سخن قوي واسيبه لغايه ما الدهون بقى دي كلها تسيح، وتبقى عندي طبقه رقيقه كده، مفيش بقى طبقه الدهن دي كلها تسيح، تبقى طبقه من الجلده الرقيقه كده. ده كده شكلها. اسيبها بقى تبرد خالص، ما اقطعهاش دلوقتي، اسيبها تبرد خالص الاول، وبعد كده عشان مش ما تتهريش مني هبتدي بقى اقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين كده، كأني بقطع حلقات عرق تريبيانكو بالظبط. خلاص، بصوا ده شكلها بقت متماسكة من جوه، وهقطعها وهاجي بقى هحطها في طبق او في حلة حاجة كبيرة بالشكل ده، واجيب بقى حتة فحمة واعملها عليها عشان تديني ريحة الشوي. حتة الفحمة دي بتخلي طعمها وريحتها تحفة. وهاجي بقى الخضار بتاعي اللي هو طلع من تحت العرق اللي كان دخل معانا الفرن طبعا كان استوى، ده هاخده بقى اضربه في الكبة او بالهاند بلندر او في الخلاط لغاية بس انعمه قوي لغاية ما يطلع عندي صوص كده،
هيطلع ده الصوص بيتقدم معاه. ممكن نقدمه جنبها كده اللي عايز ياخد منه، او ممكن نرشه عليها من فوق بالشكل ده. الطريقة طبعا اللي تريحكم في التقديم اعملوها. بصوا بقى، دي كانت وصفتنا النهاردة. لو كنتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والف هنا، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.